عمر عمال يتخبط بين احساسه بان هو ضحيه وان الناس دي ازاي عملت معايا كده، وبين احساسه بالفراغ وبين الوحده وبين احساسه من الاحتياج لان العلاقه دي انتهت، وكمان احساسه بان هو خلاص كده عمل اللي عليه. عمر جواه مشاعر لخبطه، ان هو كان ضحيه، وشويه لا انا عملت اللي عليا، وشويه انا محتاج قوي، انا محتاج ان حد يشوفني يهتم بيا. تعالوا نشوف ايه حالة عمر وايه اللخبطة اللي جواه. اهلا وسهلا بيكم، معاكم الدكتورة هند عزت، دكتورة في الصحة النفسية. ما تنسوش الاشتراك واللايك عشان يوصلكم مني كل جديد. تعالوا نشوف حالة عمر عشان نفهم اللي فيه عمر، وهو المفروض ينتظر ايه عمر من العلاقة، والعلاقة دي ازاي تبقى صحية، وازاي العلاقات تبنينا ما تهدمناش، ازاي ان العلاقات اللي احنا بناخدها ما تكونش سبب في قلة الثقة، تكون سبب في ان احنا ننعزل عن الناس، تكون سبب في ان احنا بنروح ندور على شخص تاني علشان نعمل معاه زي اللي اتعامل معاه. وعايزة اقول لك عشان تدخل علاقة صحية وما توجعش في قلبك كتير وتتوجع، محتاج تشوف علاقتك انت بنفسك ايه، علاقتك صحية بنفسك ولا لا، يعني انت بتحبها، بتفهمها، بتقدرها، بتقبلها ولا لا. لو انت بتعمل التلات حاجات دول هقول لك انت هتدخل العلاقة، اي علاقة في الدنيا هتبقى صحية، لان العلاقات السامة محدش في الدنيا دي كلها يقدر يسممني او يدخل او يأذيني انا لو انا سمحت له، لان انا علاقتي بنفسي مهزوزة، لان انا علاقتي بنفسي اصلا مؤذية، وبالتالي سهل على اي حد يخترقها. فمفهوم العلاقات السامة ده انا مش بحبه، لان انا اللي بسمح للناس ان هي تسممني من جوايا. فلو انا علاقتي بنفسي ان انا بقبلها كده زي ما هي، بفهمها، بقدرها، الثلاث حاجات دول لو انا عاملاهم مع نفسي حقيقي من جوايا محدش هيعرف ان هو يخترقها. فهل انت حبك لنفسك معتمد على ايه؟ تقديرك لنفسك معتمد على ايه؟ معتمد مثلا على ان انا عن الدكتور الفلاني والعلاني وبشهادتي انا بحب نفسي وبقدرها، ولا معتمد على فلوسك، ولا معتمد على مجموعك في الثانويه العامه اللي انت بتستمد تقديرك بقى من شهاداتك من فلوسك؟ شوف انت بتستمد تقديرك وحبك لذاتك منين. لو انت بتستمد تقديرك وحبك لذاتك من الاشياء الخارجيه، او معتمد ومنتظر ان انت تحقق نجاح معين عشان تحب نفسك او عشان تكون مبسوط وسعيد، فاقول لك انت كده علاقتك بنفسك مش صحيه ومعرض ان اي حد انه يخترقها. فعايزه اقول لك انك انت ما تقولش انا قابل نفسي ومتقبلها وانت اصلا حاطط شروط لنفسك. يعني انا لازم اجيب مجموع في الثانويه العامه علشان اكون راضي عن نفسي، انا لازم اعمل الحاجه دي، ولازم يكون معايا فلوس عشان اكون راضي عن نفسي. فالقبول هو مش مهم ابدا شروط، انا قابل نفسي وبحبها لان هي نفسي، لان ربنا خلقها فانا قابلها، مش لازم ابطل العاده الفلانيه علشان انا كده بقابل نفسي. فالقبول معناه ان انا بحب نفسي بدون شروط، ان انا بطبطب عليها، ان انا بسامحها لو غلطت، مش حاطط جلاد واحساس بالذنب مستمر عمال يجلدني. الحاجه التانيه عشان تبقى علاقتي بنفسي صحيه ان انا افهم نفسي. طول ما انا فاهم نفسي هقدر ان انا ما اسمحش لاي انسان في الدنيا انه يلعب ويعمل حيل دفاعيه ويعمل اسقاطات عليا وانا صدقها. لا، انا فاهم نفسي قوي وفاهم اللعبه بتاعتك. فعشان اقدر اوصل لدرجه الفهم محتاج ان انا دايما اتابع مشاعري، اشوف انا رايحه فين، كل يوم ابص جوايا كاني حد قريب ليا، كأن حد تاني جوايا، اشوف انا اشعر بايه كل يوم في كل لحظه، اشوف انا شعوري ايه من جوه، وليه المشاعر اللي جوايا دي جات لي، ايه الرساله اللي جايه عشانها مشاعري. فلما اتابع نفسي اول باول وما اهربش منها واعمل حيل دفاعيه، هقدر ان انا افهم الخير اللي جوايا والشر اللي جوايا، والحاجات اللي انا اقدر محتاج ان انا اقويها والحاجات اللي انا محتاج ان انا اتخلص منها. هقدر ان انا اعرف احتياجاتي، ولما اعرف احتياجاتي هقدر ان انا اشبعها كويس، مش ان انا ابقى في حالة جوع نتيجة ان انا بنكر احتياجاتي فاجري واكل اي حاجة. الحاجة التالتة اللي هتخليك في علاقات صحية انك انت تكون مقدر نفسك من قبل اصلا ما تروح لاي علاقة، انك انت عارف في انت في حد ذاتك قيمة، انك انت مش محتاج اصلا تاخد قيمة من الاشياء حواليك. يعني انت مش محتاج حد يقولك كلمة كويسة حلوة علشان تستمد منها قيمتك، ولا محتاج انه اصلا حد ان هو يقول لك انا بحب فيك كذا ولا كذا، او يشكرك، او ان انت تبقى متعشم في فلان يعمل لك كذا وكذا. انت مش هتحتاج لده كله لانك انت من جواك مقدر نفسك كويس قوي، ان تأثيرك الذاتي من جواك. فطول ما انت مقدر نفسك من جواك مش هيفرق معاك اي شيء في الدنيا، طول ما حتى لو اذاك، حتى لو بعد عنك الشيء دوت، فعادي، هتقول عادي، راحت حاجه هتيجي مكانها مقابلها مليون الف حاجه.
فتقدير الذات عندك مش واقف على حاجة معينة تيجي او ما تجيش، وده هيقلل عندك قوي احساس التعلق. مشاعر التعلق بتيجي من احساسك بقلة القيمة، احساسك انك بتستمد قيمتك من اللي حواليك. يجي شخص نرجسي يتلاعب بيك، شوية يطلعك السما ويقعد يمدح فيك، وشوية ينزلك الارض ويتجاهلك. فانت مستني منه شوية احساس بالقيمة، شوية حاجات اتعودت عليها من كلام حلو بتسمعه عشان تحس بقيمتك. فمش هتروح مكان شغل وتقول انا مش حاسس فيه بقيمتي لان الناس ما بتدينيش فيها ما بتدينيش في المكان ده قيمتي. فقيمتك هي نابعة من جواك، انا وجودي قيمة في اي مكان. وقبل ما نتكلم عن التواصل والعلاقات الصحية ازاي نعملها، محتاجين الاول نتأكد الحاجات دي موجودة جوانا ولا لا. لو الحاجات دي من جوانا هي فعلا هتبقى عائق ان احنا ندخلنا في علاقات صحية. رقم 1، لما يكون جواك اعتمادية، يعني انت عندك احتياجات شديدة جدا، عندك احتياج للمشاعر وعندك احتياجات للحب واحتياج للتقدير وللشفاء. لما يكون عندك الاحتياجات دي شديدة قوي وبتستمدها وبتشبعها من الشخص اللي قدامك وطول الوقت بتاخد منه ده، ولو غاب عنك الشخص بتبقى تعبان قوي ومش قادر تعيش من غيره ومش قادر على بعده، وكل الحاجات دي بتبقى صعبة جدا عليك في حالة الفراق، لأنه متوقع جدا إنه أي علاقة في الدنيا قابلة للفراق، قابلة للبعد. فلو أنت عندك اعتمادية فده هيدخلك في علاقة غير صحية. المعنى الصحي في العلاقة الصحية، العلاقة الصحية عبارة عن علاقة رايحة وجاية، خد وهات. أنا بديك حب وأنت بتديني في المقابل حب، ما يكونش أنا عندي أخد منك الحب طول الوقت، طول الوقت مش قادرة أعيش من غيرك، طول الوقت ما أقدرش أبعد عنك، طول الوقت إن أنا أبقى متوترة وقلقانة لو أنا من غير الشخص ده. فدي علاقة غير صحية. الحب اللي احنا الطبيعي الصحي ان انا اكون مع الشخص في ان انا ليا برضو احتياجات، ايوه ليا احتياجات وشايفاها، بس انا مش باخدها من الشخص دوت فقط او بشبعها من الشخص ده فقط، وان انا عاملاه هو مركز الكون وان ماليش حياة غيره وان هو كل حاجة في حياتي. فدي هتكون علاقة غير صحية وهتتعب اللي قدامك وهتكون مصيرها ان انت اصلا يعني هتدمر العلاقة بسبب اعتماديتك. النقطة التانية اللي بتأثر على دخولك في علاقة صحية وهو الادوار. هل انت في العلاقة دي ملبس حد دور غير دوره؟ يعني انت مثلا ملبسة زوجك دور الاب ودور الابن وهو ملبسك دور الام ودور الابنة، وهو عايش متوقع منك ومتعشم ان انت تكوني زي امه وتعملي زي امه ومتوقع ردود افعالك ان انت تعملي زي امه. فطول ما العلاقة بتلبس غيرك ادوار مش ادوارك وتتعشم في حاجات قديمة، في حاجات ناس انت مفتقدها محتاج لهم، بتحبهم عايز اللي قدامك زوجتك مثلا، صاحبتك، زميلك، عايز ناس تلبس ادوار مش ادوارها، فانت هنا بتدور العلاقة بتدخلها في علاقة غير صحية. النقطة التانية وهي حب السيطرة، ان انت يبقى عندك حب ان انت تتملك الشخص اللي قدامك، عايز وقته يبقى ملكك، طول الوقت يكلمك ويسأل عليك، ولو ما سألش تقعد تعاتبه وتلومه، مش مراعي دايرة علاقاته ولا مراعي وقته ولا مراعي ان هو له حريته الشخصية. فانت هنا بتقع في دايرة العلاقات الغير صحية، وده بيتعبك جدا وبيأذيك وبيأذي اللي حواليك ويخلي علاقتك تكون غير صحية. لو انت في علاقتك مش عندك الثلاث حاجات دول، ان انت عندك اعتمادية او حب سيطرة او بتلبس دور غير دورك وعلاقتك لسه غير صحية، يبقى شوف ودور على ان ممكن يكون الثلاث حاجات دول موجودين في الطرف الاخر، وهي دي سبب ان العلاقة بتاعتك مخلياها غير صحية. عشان كده محتاج انك انت تحمي حدودك ويبقى ليك حدود طبيعية، حدود الاخرين بيحترموها. مهما كان درجة القرب بينك وبين الشخص المقرب ليك قوي، انت منفصل عنه نفسيا وجسديا، لازم تحط ده في اعتبارك عشان لا تتحول العلاقة من علاقة صحية لعلاقة غير صحية. محتاج ان انت في اوقات تكون لوحدك، ومن حقك تكون في بعض الاحيان لوحدك ومحدش يلومك على ده. الحدود اللي انت بتبنيها حدود طبيعيه بحيث ان هي برضك ما تصعبش على اللي قدامك الامور وتصعب على نفسك، ويكون في بعد كبير بينك وبين الاشخاص المقربين، ان ممكن تخسر علاقات بسبب ان انت عامل حدود صعبه قوي. لكن الحدود اللي انت هتعملها دلوقتي هي حدود طبيعيه، حدود لخصوصيتك. مثلا مش من حق اي شخص ان هو يسالك سؤال خاص طالما انت مش عايز تجاوب عليه، وبكل صراحه ووضوح بتجاوب، بتقول انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده دلوقتي، والشخص اللي قدامك من حقك ان هو يحترم ده. حتى المحبة لما بتوصل لأقصى درجة مش من حق أي إنسان يلغي الجزء الخاص بيه، وخصوصا حتى لو اتنين متجوزين مفيش حاجة اسمها مفيش أسرار ما بيننا. أحيانا بيبقى لكل شخص فيه حتة محتاج إن هو يحتفظ بيها، ومش من حق أي شخص حتى مهما كان درجة قربه إن هو يستبيح هذا الجزء. النقطة التانية في الحدود إن أنت تعمل حدود لمسؤوليتك،
مهما كان درجة حبك لشخص او مسؤوليتك تجاه شخص ما، الحدود بتاعتك في ان انت مش مسؤول عن كل حاجة، مش مسؤول عن خراب العالم، مش مسؤول عن الاحداث اللي بتحصل. انت حدود مسؤوليتك تجاه نفسك وتجاه الناس اللي بتحبهم، وفي حدود ادوارك. لكن لو انت اخدت دور غير دورك ومسؤولية غير مسؤوليتك، هتبص تلاقي نفسك علاقتك اتحولت لعلاقة غير صحية، لان طاقتك مش هتستحمل، لان قدرتك مش هتتحمل، لانك انت هتعيش دور المنقذ. هيجي عليك وقت وهتتقلب من دور منقذ لدور ضحية، لانك خلاص هتكون خلصت كل طاقتك، لانك انت خدت دور غير دورك ومسؤولية غير مسؤوليتك. فما تعودش اللي قدامك مهما كان درجة حبك ليهم انك انت تاخد دور من ادوارهم او مسؤولية غير مسؤوليتك وتعيش عليهم دور المنقذ. بنشوف ده كتير قوي في ستات كتيرة قوي، ممكن من ازواجها تشيل مسؤولية حاجات مش بتاعتها، مسؤولية المفروض الراجل هو اللي يشيلها. فهنا بيجي فيها عليها وقت خلاص بتنفد كل الطاقة، وفجأة بتنفجر وفجأة بتنتهي العلاقة. لو حابب تاخد مسؤولية إضافية ودور مش دورك، ممكن تعمل ده بوعي، في حالة ان عندك وقت وعندك طاقة، وقتك يسمح انك تعمل ده لوجه الله سبحانه وتعالى، ومش على طول، وتبقى موضح للي قدامك انك انت بتعمل كده مش بشكل دائم، علشان محدش يعتبر ده انه حق مكتسب وان يلبسك دور مش دورك. النقطة الثالثة وهي حدود احتياجاتك. حدد بالظبط واسأل نفسك، هو انا بحاول في العلاقة دي اشبع احتياجاتي على حساب الشخص اللي قدامي؟ يعني انا بهتم بمشاعري، بهتم باشباع مشاعري، اشباع احتياجاتي، واناني في كل ده ومش بسأل عن مشاعر الطرف التاني ولا احتياجاته؟ هل انا في العلاقة دي كده؟ لو انا في العلاقة دي كده يبقى انا فعلا اللي مخلي العلاقة غير صحية. وبسأل برضو، هل انا فعلا، السؤال عكسي، هل انا مستنزف؟ هل انا مش يعني في العلاقة ما حدش شايفني، على طول بدي ومش باخد؟ فانا بسأل نفسي السؤال وعكس. مهم قوي ان انت لما تكون في علاقة تسأل نفسك، وانا عامل توازن بين احتياجاتي واحتياجات الاخرين، ولا جاي على نفسي قوي وناسي احتياجاتي؟ لانك انت لو ناسي احتياجاتك وعمال تدي للناس التانية، انت فيجي عليك وقت هتبقى خلاص مستنزف، هتبقى خلاص تعبان ومش قادر تدي تاني. فالعلاقة بتبقى الصحية رايحة جاية، انا اخد وادي في نفس الوقت. فانا بسأل نفسي، هل انا فعلا في العلاقة دي عامل توازن، واخد حقوقي فعلا وبدي للناس التانية حقوقها ولا لا؟ يعني مثلا من حقي ان انا محدش يطلب مني ان انا اتغير، ان انا اتقبل زي ما انا، محدش يطلب مني ان انا اغير في شكلي، في جسمي مثلا. فانا من حقي ان انا الاقي الحب بدون شروط والقبول بدون شروط في العلاقه عشان تبقى صحيه. فلو هي العلاقه ماشيه في اتجاه عكسي تبقى علاقه غير صحيه. العلاقه الصحيه بسال نفسي، هل الشخص الاخر بيسمعني وبيديني فرصه ان انا اتكلم وبيفهمني، ولا بيقاطعني ودايما يعني دايما مأيدني في رايي ومش عايز يسمعني وبيقاطعني؟ فكل دوت برضو بيحدد نوع علاقتك، هل هي علاقه صحيه ولا علاقه غير صحيه. فانت هنا بتطلب بكل وضوح وصراحه دايما ان انت من حقك ان محدش يقطعك، من حقك انك تعبر عن رايك، من حقك لو سمعت كلمه تضايقك انه لو سمحت ما تكلمنيش بالطريقه ديت، من حقك انك تعبر عن الرفض، ومن حقك انك تسمع كلام حلو. فالعلاقه لو هي ماشيه في هذا الاتجاه بتكون علاقه صحيه. خلي بالك ان انت ممكن تخسر ناس كتير قوي لو انت حاطط قواعد للعلاقات الصحيه. فلو انت في دماغك قواعد للعلاقات الصحيه وحاطط حدود طبيعيه وصحيه، واللي قدامك بقى هو اللي عنده مشكله مش فاهم ده كله، هتلاقي نفسك خسرت ناس كتير. فهنا بقى اللي بعنا خسر ده لعنه، وانا كسبت نفسي. فانت هتلاقي برضك زي ما انت هتلاقي ناس خسرتها كتير، هتلاقي ناس بقى ابتدت تدخل حياتك وتقرب منك لانها انت كشخص عاجبها العلاقه الصحيه، وهي عايزه تدخل زيك في علاقه صحيه وفاهمه يعني ايه علاقه صحيه. اهم حاجه في الموضوع ان انت ما تكونش شايف ده بشكل شخصي، انك انت لو علاقه خسرتها وتحولت من علاقه صحيه لغير صحيه، انك انت تبقى شايف انك انت عملت اللي عليك علشان الشخص ده يتعامل معاك ويكون في حدود صحيه. فلو انت خسرت الشخص ده فاعرف ان انت مش انت السبب، انه هو النصيب كده، انه مفيش توافق ما بينكم، انه انت كفايه. في ناس كتير قوي اول ما تنتهي العلاقه زي عمر اللي قلنا في الاول ده بيقعد يفكر، هو انا كده ما كنتش كفايه؟ طب انا كنت المفروض اتنازل، طب انا المفروض كنت جيت على نفسي شويه. خصوصا نلاقيها بعد انتهاء العلاقات في الطلاق وفي حاجات، يعني انتهاء العلاقات الانسان هيبتدي يحس بمشاعر ذنب كبيره ولوم كبير. طب انا المفروض كنت اتنازلت، طب انا المفروض كنت حاولت، طب انا ممكن ما كنتش كفايه، طب انا كان العيب فيا، ومشاعر بتبقى فظيعه من مشاعر الاحساس بالذنب. وشكرا لكم في النهايه، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس.
ودي كانت سلسلة علاقات صحية، انتظرونا في حلقات